لو في جملة ممكن توصف بيها جيسي بينكمان فهي إنه شخص بيحاول يبقى ابن كويس وصديق كويس وطباخ كويس وحبيب كويس، والأهم إنه بيحاول يبقى إنسان أفضل، ورغم كده بيفشل دايما مهما حاول. جيسي مش شخصية استثنائية، لا هو عبقري ولا بطل ولا فيلن ولا حتى بريء أو أي حاجة من اللي بيحاول يبقاهم دول. هو ببساطة بيحاول وخلاص، بيكافح عشان يلاقي مكانه في عالم فوضوي بيرفضه من كل جهة، وتايه في دنيا واسعة هو صغير قوي وسطها. ورغم إن عنده إمكانيات جبارة لكن محكوم عليه يعيش حياة ناقصة بيضيع فيها ويخسر كل حاجة عنده، ولذلك هو في رحلة دايمة للبحث عن معنى لحياته عشان يتخلص من كل العلاقات السامة اللي شافها من يوم ما اتولد. وحتى الحب مش هيكون كفاية في حالته عشان ينقذه من نفسه والإحساس الدايم بالذنب، لغاية ما يكتشف إن كل خطوة بيقوم بيها مجرد حلقة في ماكينة المعاناة اللي مش عايزة تفارقه، وبتفرض عليه طريق معين مش قادر يبعد عنه عشان يبقى زي سمكة منفوخة بيطلع وينزل على مفيش. يعني إيه الكلام ده؟ وليه جيسي أكتر شخصية مأساوية في تاريخ المسلسلات؟ وإزاي أهله دمروه؟ وليه والتر وايت كمل عليه هو كمان؟ وإيه علاقة جيسي بالأطفال بشكل عام؟ وليه هو عكس والتر وايت تماما؟ وإزاي موت جين غير حياته وخلاه يستحق العقاب اللي حصل له بالنهاية؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى ما نشوف مع بعض. Why are you like this? Why? I don't know what's wrong with me, Mr. White. Hey, you've got to understand that with Jesse, there are emotional issues, personal issues, some drug abuse, but he has always been more of a danger to himself than anyone else. The thing is, if you just do stuff and nothing happens, what's it all mean? What's the point? لما كان والتر وايت بيحاول يقنع جيسي ان هو يرجع بقوه عشان ياخد مكانه في الشارع كتوكو الجديد في منتصف الموسم الثاني، شبه جيسي وقتها بالسمك المنتفخ، وده نوع صغير على نياته في ظروف عاديه فريسه سهله لاي سمكه اكبر منه، لكنه بيمتلك سلاح سحري بيخليه يتغلب على كل الظروف اللي ضده بانه ينفخ نفسه بالهواء، وبالتالي يتحول لاضخم من حجمه الطبيعي بشكل كبير ويدي انطباع او وهم انه خطر ويخوف الباقيين منه. You are a blowfish. Say it again. I'm a blowfish. Say it like you mean it. I'm a blowfish! Blowfish! That's لكنه مهما وصل أو تمدد أو غلب الأعداء في النهاية فاضي من جواه، زي ما بيقولوا على مفيش، بداخله هو نفس السمكة الصغيرة المرعوبة وسط محيط واسع كله مفترسين بانتظار أي هفوة عشان ينقضوا عليه. وده بالظبط حال جيسي فعلا في المسلسل، وبيوضحوا أكتر لبسه الواسع قوي في البدايات، ودايما تحس إن الدور اللي عايز يلعبه أكبر منه، ويعني غلبان على الله ملوش في أي حاجة، لكن والتر بينفخه أو يشجعه إن هو ينفخ نفسه عشان يخدع ذاته بإنه مجرم فعلا أو تاجر مخدرات بجد. وتأثير النفخ الوهمي ده بيظهر قوي كل ما جيسي يواجه موقف أكبر منه أو مصيبة تخليه يرجع للواقع وينفخ الهوا ده بعيد، زي الست اللي موتت جوزها المدمن قدامه، أو موت صاحبه كومبو، أو موت جين، أو استخدام جاز فرنج للأطفال، ثم موت الطفل أخو صاحبته، أو حتى موت صاحبته أندريا نفسها في الآخر، كأن الموت ماشي وراه في كل مكان من غير ما يكون ليه يد فيه فعلا، بس مجرد دليل بيعلم على الضحايا الملك الموت عشان يشوف شغله ويخلص عليهم. وفي كل مرة منهم بيلاقي جيسي الغشاء انزال ويرجع لحجمه الطبيعي ويحس بمدى العجز في مواجهة قوى الشر الحقيقي، وبيكون رد فعله دايما إنه بيحاول ينزوي على نفسه ويجري من ذاته بنفس الوقت في المقام الأول عشان مش عايز يواجه اللي حصل، ودي أول خطوة لازم يعدي بيها عشان تبدأ رحلته. بيقول عالم النفس النمساوي فيكتور فرانكل إن الإنسان مش محتاج حياة خالية من القلق فعلا، لكنه في الحقيقة عايز السعي والكفاح لتحقيق هدف ليه قيمة، وغير كده بيقع في حالة من الفراغ بتيجي في الأساس من الملل اللي بدوره بيخلي الشخص يحس إن حياته ملهاش قيمة ولا أي لازمة، وده اللي بيقوده غالبا لليأس والتصرفات المدمرة عشان على الأقل يحس إنه موجود مش بس شبح، ومع الوقت بيتحول لروح ضايعة أو لوست سول زي ما بيقولوا. وده الشكل اللي بنشوف بيه جيسي بينكمان في بداية بريكنج باد، وجوده كله عشوائي في حالة من اللامبالاة بأي حاجة، وحياته عبارة عن تعاطي المخدرات وجرائم تافهة وشوية علاقات سامة مع اللي حواليه، ويعني بيعمل كل حاجة للهروب من الواقع. هو مش عايز حاجة فعلا، بس نفسه يبعد عن دماغه وإحساسه الدائم بالنقص والفشل اللي وصل ليه بسبب أهله في المقام الأول، اللي مش هكون متحامل عليهم وأقول إن جيسي ملاك يمشي على الأرض وهم بس الفيلنز الوحشين، لكن يكفي تتابع تعاملهم مع أخوه الأصغر وكمية الضغط الموجود عليه عشان يبقى الأحسن بأي شكل، وبيدخلوا في حياته بطريقة خانقة ومسيطرين على كل تفصيلة مهما كانت، دايما عليه ضغط منهم وإزاي هيشوفوه ولا هيبقى قدامهم إيه. Sure, rules are rules. I'm all for that. But I'm telling you, you really shine on that oboe. You have real talent, and I'm not just saying that. Thanks. وده اللي بيدفعه في نفس الطريق بتاع جيسي ناحية الهروب من الواقع وسجارة الحشيش اللي جيسي بيلاقيها ويتهموا بيها، لأن بالنسبة ليهم جيسي عبارة عن خيبة أمل أو فرصة ضايعة عشان مش زي ما هم عايزينه يكون، حاجة كده زي بيرسموا طريق أو تصور عنه خاص بيهم ولازم هو يوصل ليه بأي شكل وإلا يبقى وحش ومش مظبوط. How many times have we said right here and had the same conversation over and over again where you look us in the eye and you plead ignorance and you play on our emotions
and you tell us anything and everything you think we want to hear just so we'll give you another chance. والطريقة دي حولت جيسي من الطالب المثالي وهو صغير وكل حاجة تمام للمتمرد الصايع بتاع ثانوي اللي بنشوفه، وبيحاول يكون عكس كل حاجة أهله بينادوا بيها أو عايزينها، ورغم إحباطهم المفهوم إلى حد ما زي أي أهل عايزين ابنهم يبقى أحسن واحد في الدنيا، إلا إن طريقتهم في التعامل مع مشاكله كانت غبية بشكل كبير، وبالعكس خلته يبعد أكتر ويحاول يضايقهم زيادة، وبدل ما يقدموا ليه الدعم أو يحاولوا يفهموا مشاكله ولا يدركوا إن هم أصلا جزء كبير من المشكلة، اختاروا ببساطة إن هم يبعدوا عنه ويقطعوا علاقتهم بيه، ومهما حاول يرجع ولا يبقى معاهم تاني هم خلاص حكموا عليه للأبد ومش عايزين يشوفوا غير اللي على مزاجهم برضه. Son, we can't stop you from ruining your life, but you will not drag us down with you. وده بالتبعية بيزود إحساس جيسي بانعدام قيمته ويفرض عليه الدخول ناحية الحياة المدمرة اللي قلنا عليها، خصوصا بعد موت عمته الوحيدة اللي كانت مؤمنة بيه ومتعاطفة معاه فعلا وتعتبر فاهماه بجد، ومعاها كان فعلا شخص كويس مش زي ما أهله فاكرين، وقعد جنبها وخد باله منها طول العلاج الكيماوي لغاية ما ماتت في النهاية، في حين إن أبوه وأمه كانوا أصلا مكبرين دماغهم من عمته دي خالص. Jenny wanted me here. Or I was the one who took care of her. Or I took her to her appointments and made her lunch every day. ومن هنا بيجي والتر وايت وبيكون الباب مفتوح قدامه على مصراعيه، لأن جيسي محتاج في حياته فادر فيجر أو أب صناعي يمديله إيده، حد ياخد مكان أبوه اللي تخلى عنه من زمان ويخليه يحس إنه مش وحش أو ملوش لازمة، وده من الأساس اللي خلى علاقته مع والتر وايت ممكنة، لأنه فعلا كان محتاج ليه يمكن أضعاف ما والتر وايت محتاجه، وده حتى المدخل اللي جاس فرينج فهمه بعد كده لما حاول يقلب جيسي على والت وبعت ليه مايك إيرمنتراوت عشان ياخد المكان ده، ودي بتكون الطريقة الوحيدة عشان يتخلى عن شريكه ويصنع شرخ في العلاقة مع والتر وايت. I saved Mike from getting robbed. Even killed, maybe. So maybe I'm not such a loser after all. لكن اللي جاس فرينج وحتى مايك ما كانوش قادرين يستوعبوه بخصوص العلاقة بين والت وجيسي ان الاتنين محتاجين بعض، مش بس مصلحة بيقضوها سوا ولا حتى مهمين لبعض بالمعنى العادي، لكن كل واحد بيلعب دور في حياة التاني ملوش بديل يقوم بيه غيره. ازاي يعني؟ هبسطها لك. والتر وايت مش مهتم بحد فعليا في المسلسل كله غير ابنه، هو الوحيد اللي مش بيخسر ارتباطه معاه مهما اتغير ولا دخل في الجريمة اكتر، دايما مشاهدهم مع بعض بتغلب الجانب الانساني لوالتر وايت وبتخليه ولو مؤقتا يبعد عن هايزنبرج عشان عايز يعوض علاقته هو شخصيا مع ابوه اللي مات وهو صغير زمان وكل ذكرياته عنه وهو تعبان وبيموت. بس خلينا واقعيين، مهما والتر وايت عمل عمره ما هيقدر يكون على حقيقته مع جونيور ولا يعرف يعبر ليه عن اللي جواه بشكل مباشر، فوسط كل ده بيحول اهتمامه ومشاعره وكل حاجه عنده ناحيه البديل المنطقي الوحيد قدامه اللي هو جيسي بينكمان، ومع الوقت بيطور ليه مشاعر حقيقيه مش بس بيتلاعب بيه او يستخدمه لمصلحته زي ما بنشوف، لكنه فعلا زي ما هانك استنتج بعد كده مهتم بجيسي وبيحاول يساعده دايما، طبعا بطريقته الخاصه اللي مش دايما بتكون صحيحه أو في مصلحة جيسي أساساً. Hey, Walt's ruthless. He'll do just about anything to protect his interests. I agree. Except when it comes to you. He cares about you. بس في نظره جيسي هو الابن اللي كان عايزه ويقدر يعلمه وينقله خبرته في الحياة، والعلاقة بينهم بتكون مبنية على الميثامفيتامين أو إن دي الحاجة اللي بتربط بينهم وبتخليهم محتاجين بعض، عشان كده والتر وايت مش قادر يستوعب إن جيسي يبعد عن الطبخ وبالتالي عنده هو شخصيا وبيحاول بأي طريقة يرجعه معاه. You want it just as much as I want it, and it's not wrong to want it. Okay? So stay and work with me. لأن الطبخ بالنسبة ليهم زي نشاط عائلي، زي ما أبوك يلعب معاك شطرنج ولا تقعدوا تحلوا كلمات متقاطعة سوا، بس ده طبعا والتر وايت وجيسي بينكمان مش بيعرفوا يعملوا حاجة في الحياة غير الطبخ، ودي الطريقة الوحيدة المتاحة عشان يعبروا عن نفسهم بشكل كامل، ومن هنا بتنشأ علاقة سميها زي ما تحب لكن فيها الطرفين مهتمين ببعض فعلا ومعتمدين على بعض بشكل كبير حتى النهاية. ومثلا والتر وايت بيرفض إن جاس يموت جيسي مش أقل من 3 مرات، ولما الدنيا تنقلب جيسي بيعمل نفس الحاجة. You wanna talk like men? Let's talk like men. You kill Mr. White, you're gonna have to kill me too. والت بيعرض نفسه وعيلته للخطر عشان ينقذ جيسي من التجار اللي موتوا صاحبه رغم انه عارف مدى خطورة وغلط ده، وكذلك جيسي بيموت جيل وحرفيا بيدمر حياته بايده عشان ينقذ والت، وغيرها كتير من الامثلة اللي مش هنخلص لو قعدنا نقولها واحدة واحدة. بس اللي والتر وايت مش فاهمه او مش عايز يفهمه ان جيسي مش زيه، بمعنى اخر هو مش بيطبخ عشان بيحب ده ولا بيلاقي نفسه فيه او يحس بالحياة في المعمل وسط الادوات، لكن بمنتهى البساطة ده بالنسبة ليه بيزنس وفلوس. Are we in the meth business or the money business?
ثم حاجة بيحس من خلالها إنه نافع لما يعملها، يعني لو لقى أي بديل ليها زي الحب أو العائلة مثلا هيتخلى عن الطبخ فورا زي ما حصل مع جين. وبالتالي في مرحلة ما مشاعر جيسي لوالت بيقف تطورها ويبدأ يشوفه على حقيقته بجد ويتعرف على الجانب المظلم ليه. وده هتلاحظه في إن كل ما والتر يزداد شر وتحول لهايزنبرج جيسي بيمشي في الطريق المعاكس ليه وبيزداد طيبة ومأساوية. I am turning down you. You get it? I want nothing to do with you. كل ما والتر وايت بيكبر ويوصل لمكانة عالية في الإجرام تلاقي جيسي بيحاول يطلع ويعتزل الطبخ. I don't think I can do this anymore, so I'm retiring, I guess. وده بيعمل عنده زي صراع داخلي واضح جدا في بعد ما والت سمم الطفل بروك وجيسي حاول يموته وبعدين قعدوا يبحثوا عن سجارة السم مع بعض وطبعا لقوها بعد ما والت رجعها وقعد جيسي يبكي ويلوم نفسه انه شك في والت. هو عارف من جواه ان الراجل ده مش كويس وبيتلاعب بيه ويشتغله بس برضه مش قادر ينسى حبه ليه وكل اللي عمله عشانه من البداية. بس دي طريقة جيسي في التعامل مع مشاكله واحساسه بالذنب. I deserve this. What? I deserve whatever happens. دايما بيحمل نفسه كل حاجة ويتعذب، بينما والت مش حاسس بكل ده ولا شايف غير نفسه ومصلحته. وكل ما حس ان عيلته الأصلية بتبعد عنه وبيخسرها كل ما حاول أكتر ان هو يقوي علاقته بالعيلة التانية في جيسي ويفرض نفسه عليه زيادة. لكن لأن والت معمي عن الحقيقة بالإيجو اللي مسيطر عليه فهو مش ملاحظ تأثير أفعاله على جيسي فعلا، وبالأخص موت جين اللي كان شايف من جواه انه بينقذ جيسي منها. He will, not you. At a time when I see fit. But I will not contribute to his overdose. لكن بالنسبة لجيسي دي كانت الفرصة الوحيدة ليه عشان يهرب من حلقة كره الذات والفراغ العاطفي اللي قضى حياته كلها فيها، وأخيرا لقى حد يحبه ويتقبله زي ما هو بكل عيوبه ومشاكله ومميزاته وحبه ومشاعره، على عكس الناس التانيين في حياته زي أهله أو حتى والتر وايت اللي كلهم بيحكموا عليه على طول. بينما جين عمرها ما شافت جيسي كفاشل أو ضايع أو مثلا حسسته بالنقص وإنها أحسن منه، بل وفرت ليه إحساس القبول وإنه مش لوحده، ولقى شخص مش بس فاهم معاناته لكن كمان بيشارك جزء منها، وهما الاتنين بيواجهوا شياطينهم الداخلية وتاريخهم مع الإدمان والهروب من الحياة بسبب ضغط الأهل في المقام الأول. ورغم إن علاقتهم استمرت 8 حلقات تقريبا كانوا فيها مع بعض حاجة كده زي 50 دقيقة مثلا، إلا إنهم أهم 50 دقيقة في حياة جيسي بينكمان، لأنه مع جين مش بس عرف الحب لكن لأول مرة الحب الغير مشروط، مش لازم يسمع الكلام ويخلص أكله ولا يطلع الأول على الفصل عشان ماما وبابا يحبوه، لكن هي مش عايزاه يتغير ولا عايزة منه حاجة، بتحبه هو بس على بعضه كده أو هكذا يعني اعتقد طول علاقتها معاه. وبداية من لما دخل طريق العالم الخاص بيها اللي هو مش فاهمه بس بيحس بالأمان معاها فيه، وشقتها بقت زي ملاذ ليه أو مكان يقدر جيسي يهرب من العالم الخارجي وكل التعقيدات والتنازلات اللي جاية معاه، لدرجة إنه يتخلى عن الطبخ والحاجة الوحيدة المفيدة في وجوده كله عشان بس يبقى معاها، ويروح متحف مش عارف إيه هو أصلا مش فاهمه. I'm going to a museum in Santa Fe, not like you need to know. You're going to a museum, huh? Yeah, Georgia O'Keeffe. ولازم والتر يدعي إن المثالين بصلاحية عشان يرجعه تاني. Armethylamine. It's going bad. What? It's losing its chemical potency now. Unless stealing another barrel sounds good to you. Hell no. وسواء كانت بتحبه بجد ولا مجرد بتستخدمه هي كمان زي ما انا شايف بشكل شخصي وهي بس بتعمل كده عشان تتمرد على ابوها، الا ان حتى موتها كان نقطة فارقة في مسيرة وحياة جيسي بشكل عام، وبتخليه ينزل للواقع ويواجه كل حاجة كان عايش بيها في حياته ويتقبل اخيرا انه شخص مش كويس بعد ما يطلع من المصحة. It's all about accepting who you really are. I accept who I am. And who are you? I'm the bad guy. ومع موتها بتموت البراءة بتاعته اللي كانت مرتبطة بالأطفال لو تركز اللي بيقابلهم بشكل مستمر خلال الأحداث، وعلاقة جيسي معاهم بتعكس تطوره في عالم بريكنج باد وبتفكره بنفسه وتخليه يرجع لأصله. في الأول مع الطفل بتاع المدمنين اللي لابس معفن وجعان وطالع عينه وجيسي ارتبط بيه فورا وحاول يساعده ويحميه وهو كان أصلا رايح يموت أهله، بس دي كانت خطوة جيسي الأولى فعلا في العالم ده. وبعد كده بروك ابن أندريا اللي برضه حاول يساعده هو وأمه وكان السبب إنه ما يشربش مخدرات تاني مع أندريا زي ما كان مخطط من الأول وتراجع عن البيع للمدمنين، أو لما عرف إن جاس فرنجي بيستخدم أطفال وموت الطفل اللي كان معاه. وقتها جيسي اتجنن وقلب الدنيا. Get them young, and they're yours forever. These guys killed Combo. They used this little kid like some puppet.
مش بس عشان الطفل نفسه، لكن لأن موته بيمثل موت البراءة بتاعته لو سمح بحاجة زي دي، وقد كان فعلا. وفي خلال حلقتين كان بيقتل لأول مرة في حياته، وحرفيا خلاص ما بقاش النقي اللي ملوش علاقة بكل ده، لغاية ما في النهاية تود بيقتل الطفل اللي شافهم، وزي ما تقول كده ده كان المسمار الأخير في نعش جيسي، وبينهار العالم بتاعه كله من بعدها، وبيدخل على المرحلة الأخيرة من رحلته عشان يلاقي أي معنى في حياته. واللي لو نرجع بسرعة للحاج فيكتور فرانكل بيشوف إن في 3 طرق لإيجاد المعنى في الحياة. الأول العمل الإبداعي الهادف، وده اللي كان جيسي مميز فيه فعلا، سواء شغله مع الخشب زمان وتصميم بوكس متعدد الاستخدامات، وكان عنده موهبة في التعامل مع النجارة بشكل عام، أو الرسم اللي كان برضه مميز فيه وهو صغير بس فقد النقطة دي بسبب المخدرات. والحاجة التانية الحب الغير مشروط، وده اللي كان مع جين وفقده هو كمان، فمفيش قدامه غير الحل التالت وهي المعاناة. لكن التويست بقى إن لازم المعاناة دي يكون ليها هدف أو حاجة هتوصل ليها في النهاية عشان تتحمل كل ده وتعيش معاه. وبالتالي جيسي هيقضي طول حياته في معاناة مستمرة، مش بس بسبب اللي بيحصل معاه ولا المعاناة في حد ذاتها، لكن الأهم عشان يلاقي معنى ليها ويحاول يفهم ليه ده بيحصل أو ليه مرتبط بيه هو بالذات. ومن هنا إحساسه الدائم بالذنب على إيه مش مهم، سواء أي حاجة من موت اللي حواليه أو تلاعب والتر وايت بيه طول الوقت، بس هو حاسس بالذنب وخلاص. لأن رغم كل حاجة والتر وايت بيقدر يقنع نفسه بشكل ما إن كل ده ليه معنى أو بيعمله عشان عيلته ومستقبلهم بعد ما يموت، إنما جيسي مفيش عنده الحتة دي. فبتبقى مشكلة جيسي الأساسية إن ألمه مش في حاجة بذاتها أو خايف من شيء معين، لكن كله في دماغه هو. يعني هو أسوأ أعدائه مهما والت أو جاس أو هانك عملوا فيه مش هيوصل لنص الإحساس اللي مسيطر عليه، وبالتالي بيعاقب نفسه بشكل مستمر، وكل ما حاجة تحصل بيلوم نفسه على طول. ومش بيساعده كمان إنه بطبعه شخصية حساسة وبيتأثر بسرعة، وده أصلا اللي خلاه ضحية مثالية لواحد زي والتر وايت، ولا كرهه لنفسه الواضح أكتر في تصرفاته المتهورة والبحث عن مواقف بتعرضه للخطر على طول كأنه عايز العقاب والأذى لنفسه، لغاية ما في النهاية يحاول يحرق بيت والتر وايت ثم يتعاون مع هانك عشان يوقعه، وبعدين بتنقلب الآية عليه ويبقى عبد عند العم جاك وعصابته عشان يواجه أفعاله واختياراته مرة أخيرة. فجيسي كان لازم يدفع الثمن في النهاية عشان يقدر يعيش، واللي حصل ليه من العم جاك والعبودية والكلام ده كان السبيل الوحيد للخلاص قدامه، لأنه عمره ما كان هيقدر يتسامح مع نفسه أو يعيش عادي بعد كل اللي حصل من بداية المسلسل وكل الموت والألم والمصايب اللي تسبب فيها، وكانت كاتمة على نفسه ومش مخليه يعرف يعيش. كان لازم يكفر عن ذنوبه ويطلع من شبح شخصيته القديمة عشان يطلع في النهاية شخص جديد ببداية جديدة، وفي طريقه لأبعد أرض ممكن يلاقيها على الخريطة، وممكن ينسى معاها كل حاجة حصلت معاه قبل كده ويحصل على الخلاص أخيرا.